بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. في هذه السهرة المباركة نجتمع بكم بفضل الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج والصلح خير. لكم مني تحية الفريق التقني العامل معي هذا المساء، برفقة دائما فضيلة الدكتور سعيد بويزري، أطال الله في عمره وفي عمر المصلحين في هذا الوطن الحبيب الجزائر، وفي عمر المصلحين في العالم الإسلامي. إذن البرنامج خلال ساعة كاملة يضع تحت تصرفكم أرقام هاتفية يمكنكم الاتصال بنا عن طريق هذه الأرقام من داخل الوطن: 021 37 42 87 021 37 45 64. ومن يتصل بنا من خارج الوطن عليه استعمال 00 213 21 37 45 64 00 213 21 37 42 87. إذن في هذه السهرة المباركة من سهرات أيام الأسبوع الثلاثاء نرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري المتواجد معنا ومعكم من أجل إصلاح ذات البين. مرحبا بك الأخت نجاة، نسأل الله العفو والعافية لجميع المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله التوفيق وأن يلهمهم ويلهمنا جميعا السداد في الرأي والتوفيق في العمل إن شاء الله. دكتور، إذا نسعد بلقائك من خلال هذه الساعة الكاملة. إذا في الحلقة الماضية تحدثنا عن فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع، وقد شاهدتم حالة السيد عبد الحق حفاف. في هذه الحلقة سنتحدث أيضا عن ليس عن الطلاق ولكن عن التطليق، ولهذا نقول أنه في هذه الحلقة سنحاول أن نعرف هل من حق الزوجة أن تلجأ إلى القضاء وتطلب من المحكمة أن تقضي بتطليقها حالا من زوجها بعد أن تكون قد تضررت من عدم الإنفاق عليها. ولكم إذن بادئ بدء مقدمة فضيلة الدكتور السعيد بويزري. إذن شاهدوا معنا وتابعوا معنا برنامج والصلح خير. تفضل دكتور. لك الفضل نجاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسون العسلام نوان ذي ذويلت نوان والصلح خير. الأخت نجاة، كما قلت في مقدمة اللقاء، في الحصة السابقة تحدثنا عن الخلع كطريقة لفك الرابطة الزوجية. ووعدنا السادة المشاهدين بموضوع يتعلق بالتطليق أو التفريق القضائي في لقاء اليوم. أختي نجاة، في الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع ذو الشجون. نتحدث عن هذا الموضوع ونحن نتألم، أتألم وتتألمين ويتألم السادة المشاهدون. لأن الحديث عن التطليق أو عن الفرقة أو انفك الرابطة الزوجية ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، لأنه له آثار سلبية تشمل الأولاد وهم الضحايا، والأسرة تتفكك، عش الزوجة ينتهي، والعقد عقد الزواج الذي سماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ ينحل. ثم أن الطلاق يعني يرتب وينتج ظواهر محزنة في المجتمع، ولكن لا بد من خلفية معرفية لدى السادة المشاهدين والمشاهدات من أجل معرفة هذه الأحكام الشرعية والأحكام القانونية. هي في الحقيقة رسالة موجهة إلى الأزواج ورسالة موجهة إلى الزوجات. الغرض أو المقصد الأساس هو توفير أسباب الاستقرار في الحياة الزوجية. كيف يجتهد الزوجان من أجل توفير أسباب الهناء وأسباب الراحة وأسباب الاستقرار من خلال معرفة هذه الأحكام التي ندرسها سويا في مواعيد والصلح خير. التطليق ما معناه؟ ويسمى أيضا التفريق القضائي. معناه بكل بساطة أن الزوجة هي التي تلجأ إلى المحكمة من خلال تقديم عريضة
إلى القضاء، مفاد هذه العريضة أنها تطلب من القاضي فك الرابطة الزوجية أو حل الرابطة الزوجية بسلطته التقديرية بناء على سبب من الأسباب. كما قلت في مقدمة، حقيقة هي كل هذه الأسئلة التي سأذكرها الآن مبنية على أساس واحد وهو الضرر. نعم. هي أسباب مبنية على فكرة الضرر. نعم. قال ربنا سبحانه في القرآن الكريم وبالذات في سورة البقرة في الآية 231: لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. رب سبحانه في هذا الجزء من هذه الآية يخاطب الأزواج: لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. رب يقول للأزواج: ما تمسكوش هذه الزوجات عندكم باش تضروهم، باش تحقروهم، باش تظلموهم. في آية أخرى رب يقول: ولا تذروها كالمعلقة. نعم. كي نشوفوا امرأة ما هي زوجة كاملة الحقوق، ما هي مطلقة، نعم. على الأقل تبان بأن الرابطة الزوجية قد انحلت وربي يرزقها بزوج آخر وتعيش زوجة حياة زوجية أخرى مستقرة، تبقى معلقة. والحديث حديث ابن ماجه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار. نعم. هي قاعدة أيضا قاعدة فقهية أصلها حديث نبوي شريف: لا ضرر ولا ضرار. والآيات والنصوص الشرعية كثيرة في هذا الباب، والقواعد الفقهية أيضا كثيرة. أكتفي بما ذكرت. الآن القوانين العربية والإسلامية تبنت هذا الموضوع وقننت مواد قانونية تسمح للزوجة باللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حكم قضائي يقضي بالتفريق بين الزوجين تفريقا قضائيا بسلطة القاضي التقديرية بناء على سبب من الأسباب التي ستذكرها الزوجة. نعم. بالنسبة للقانون المغربي والقانون التونسي والقانون المصري والقانون السوري والقانون الأردني وغيرها من القوانين، وكذلك القانون الجزائري، دعيني أركز عليه. نعم. القانون الجزائري يعني قانون الأسرة الجزائري اللي صدر في 1984 وبالذات في المادة 53، وصار تعديل في 2005. نعم. وقد ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية. نعم. بالأمر 0502. فأصبحت أسباب التطليق 10 بعد هذا التعديل. نعم. كانوا 6 في التعديل الجديد في 2005 زادوا 4، فبالتالي المجموع 10. نعم. ما هي هذه الأسباب اللي تسمح للزوجة باش تطلب التطليق؟ السبب الأول عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن الزوجة عالمة بإعساره وقت الزواج. باختصار، إذا كان الزوج ما نفقش على زوجته، ضيعها كي هي كي ولادها. نعم. طبعا هذا ظلم في نظر الشريعة الإسلامية. يكفي أن نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي رواية أخرى: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني هذا إثم كبير على كل زوج اللي يضيع زوجته وما ينفقش عليها كي زوجته كي ولاده. وعلى الزوج التكفل بمصاريف الزوجة. نعم. صافي. إذا الشرط الأول في هذا السبب الأول هو عدم الإنفاق، ولكن بعد صدور الحكم بوجوبه. معنى لازم تدير إجراءات وبعد تحصل على الحكم بوجوب النفقة عليه وبعدين عليها. إذا كان أحجم تملص من هذه المسؤولية اللي يدير لها محضر، وسمى محضر الامتناع عن تقديم مبالغ النفقة والإنفاق على الزوجة. طيب، ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، ما إذا كان هي عارفة من البداية بلي زوجها ما عندوش مال، عاطل عن العمل، ولا عنده مرتب بسيط جدا، ولكن هي راضية بذلك. نعم. خلاص ما عندها حق تطلب التطليق بناء على هذا السبب. نعم. وكاين السبب الثاني وهو العيب أو العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج. نعم. بمعنى مثلا مثل ماذا؟ نعم. مثلا إذا كان الزوج مجنون، أصيب بمرض الجنون. طيب احنا نقول المرأة ماذا بك تصبر، كي خذاته يعني عاقل بعقله بعدين جنة. عندي رسالة نقدمها في الأخير إن شاء الله الأخت نجاة، نخليها في الأخير. نعم. الآن نشرح هذه المواد والسلام. طيب، فإذا كان يعني عنده مثل هذا المرض،
إذا كان صبرت الله يبارك فلها أجر كبير، إلا ما صبرتش لها الحق. وكذلك العقم إذا كان زوجها عاقر بعد إثبات ذلك عن طريق الوسائل الطبية المختلفة. نعم. كيف يمكن لها أن تطلب التطليق؟ يمكن أن تطلب التطليق بناء على السبب. وكان السبب الثالث اللي هو الهجر في المضجع لمدة أكثر من 4 أشهر بلا عذر. فإذا كان معذور يعني كان في المستشفى أو كان خارج الوطن أو في السجن مثلا، أو في السجن مثلا أو شيء من هذا القبيل. وكاين السبب الرابع اللي هو الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية معنا بالحبس. ولكن المشرع وضع واحد الشرط، قال بسبب جريمة ارتكبها الزوج مس بشرف الأسرة وتستحيل مع الحياة الزوجية. كأن يرتكب جريمة أخلاقية مثلا. هذا السبب الرابع. السبب الخامس الغياب، إذا كان الزوج غاب عن زوجته مدة أكثر من سنة أكثر من سنة بلا عذر ولا نفقة. بلا عذر يعني غايب عن زوجته وولاده أكثر من سنة، ولازم ما يكونش هناك عذر، بلا عذر وبلا نفقة، يعني لم يترك لها المال الكافي أو لم يرسل إليها المال الكافي للاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية. وكذلك السبب السادس هو مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه. بمعنى المادة 8 تشير إلى تعدد الزوجات. إذا كان الزوج مثلا لم يعلم الزوجة الأولى مثلا باغي يدير تعدد زوجات وما علمش الأولى، لم يعلم الزوجة الأولى ولم يتحصل على موافقتها، لأن القانون الآن اشترط الموافقة. بعدين تزوج بالزوجة الثانية، على ما أظن تمضي له الزوجة الأولى، تمضي له. نعم، لازم توافق. لازم توافق الزوجة الأولى والثانية. الزوجة الأولى يعني السابقة، والمرأة المراد الزواج بها. هي ثاني لازم تعرف باللي عنده الزوجة تاعو. فإذا كان مثلا ما خبرش الزوجة الأولى ولم توافق وإلى آخره، هنا عندها حق باش تطلب التطليق. هذا السبب رقم 6. السبب السابع هو ارتكاب فاحشة مبينة، كرمكم الله، يعني ارتكاب جريمة الزنا. وكذلك السبب الثامن هو مخالفة الشروط المتفق عليها. لأنه للأسف الشديد أختي نجاة، يعني أحيانا بعض الأزواج، طبعا لا أعمم الحكم، أنه قبل الزواج يتفاهموا على شروط. مثلا هي تشترط عليه، تقول له أنا لازم نسكن سكنة وحدي، هذا الشرط، هو موافق. بعد ذلك ما يوفيش بوعده. هذا أول مخالف للشريعة. إن رب سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يفكي سوال إن بعد الزواج أتصوض خام وحذم نغي واذيت إن ياس تكمل القرايين وعدها باش تقرايتها دراستها أو باش تعمل، ولا وعدها باش تكمل خدمتها. بعد الزواج مباشرة يقولها حبسي هاتي الساكن تاعك وريحي وكذا، والعرف ما يسمعش وكذا، وعندك العجوزة وعندك العجوز إلى آخره. مسفهاما أتكمل الخدمة يوغي تستخدمت. لو كان ذي الفغي أوها ربي وريت سو غادر ذكوا ولا خاطر يفكا دوال أرجازي توطف سجلس. وسيدي ربي نادي القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وربي قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا عقد من العقود، لازم الوفاء بهذا الالتزام أو بهذا العقد. فبالتالي الشرط السبب الثامن، إذا كان الزوج ما طبقش شرط من الشروط المتفق عليها سلفا، يعني أثناء عقد الزواج أو إبرام عقد الزواج. السبب التاسع الشقاق المستمر. يعني اسمحوا لي نقولها الجرة المستمرة، يعني ما يتفهموش، حرب على طول المدى، يعني دايما جرة، دايما شقاق، دايما مشاكل، دايما عياط، ودايما زقاء، ودايما هذا الشقاق مستمر. بالمناسبة كثير من القوانين العربية الإسلامية يعني اعتمدت هذا السبب، يعني هذا العنصر كسبب من أسباب مطالبة الزوجة أو حق الزوجة في مطالبتها بالتطليق أو التفريق القضائي. الشقاق المستمر اللي يحول عش الزوجية إلى جحيم لا يطاق. والسبب العاشر والأخير مادام وعدنا السادة المشاهدين باش نشرحوهم، اللي هو الضرر. كل ضرر معتبر شرعا، ولكن هذا المشرع الجزائري، هذه الفقرة الأخيرة، الفقرة العاشرة، السبب العاشر في المادة 53،
قال لك كل ضرر معتبر شرعا، معناه المشرع هنا ما قيدوش، نعم. سواء يكون ضرر مادي أو معنوي. نعم. الضرر المادي مثلا يضربها الضرب يكون واستخدام عنيف. العنف، نعم. لا فيولونس. هذا السبب يسمح للزوجة باش تطلب التطليق من القاضي. نعم. ولا يكون ضرر معنوي. نعم. ضرر معنوي معناه يعايرها، يسبها، نعم. يشتمها، نعم. ربما يشتم واليها. هذا أيضا ضرر معنوي. نعم. أيضا يسمح للزوجة باش تطلب التطليق. معليش نقول باختصار باللغة القبيلة باش نستفهم. نعم. بلا ما نعود التفاصيل كامل. غادي نغاية مثلا في ستماثين أما ذي الشرع سيدي ربي، أما ذي القانون تمور في النغ ثمطو ثميع دفلس الباطل تصوضور يضور سورجازيس يعلقيت ورجازيس يحقريت يظلميت يورين في قرا فلاس يهمليت يهمل الراويس نغي غاف فلاس سمحي يرثى الشيوين نكوي ذي نزران في لوين تمور ثنا خاصة يعني تفضيل غاز نجاح عندي فرنسا هذه قيمة 10 15 سنة ميديوسا غاستيني مرحبا لا سلامة باش الدين ثمطو التزايريث الساعة الصبر ضم قرآن. يعني المرأة الجزائرية في الحقيقة مع احترامي لجميع نساء العالم الإسلامي بالذات والعالم عموما عندها صبر كبير في هذا المجال. نعم. معروف يعني نعم. في حياته الاجتماعية وإن كان الرجال يغيب على زوجته سنوات طويلة ولكن بعد ذلك بعد ما يرجع يقول مرحبا بك واهلا وسهلا. ما يتقيدوش حتى بهذه الامور القانونيه. ولكن ماذي الشرع ماذي القانون ما الا نثمطوث ارجيسي غاف يضر يتجات بلا نفقه الى اخره نغي كثيت نغي تعياريت ياكلوا مراقدنا كامل نغي يخدموا في الجريمه حكم فلاس يكشم الحبس يكثم سلاقي مره ثمطوط الساعه الحق باش تروح القاضي ساخا من الشرع أتصدل في القاضي باش سيفرو غاسموري فغارة ورقازيس ولكن القاضي الزمرة سيفرو ما تفكا ديوث السبة سي السبة ثاقي 10 إديوسان ذي القانون انتمور النخ. وطبعا هذه المواد يعني معظمها لها أصول في المذهب المالكي، يعني السادة المشاهدين مش يعرفوا هذا الشيء سواء في المذهب المالكي أو المذهب الشافعي وكذلك المذهب الحنفي الحنبلي والمذهب الحنفي في بعض الأسباب. هناك يعني أصول فقهية لما ذكر من أسباب. في آخر الكلمة نقولها في هذه النقطة. نعم تفضل دكتور. نوجه رسالتين. نقول رسالة الأزواج، معنى الأزواج باش ياخذوا الاحتياطات باش ما يرتكبوش هذه المظالم. كاين نقول لهم ما ديروش هذه الأخطاء وإلا ممكن زوجتك توصلك إلى القضاء. ونوجه رسالة أخرى للزوجات نقول لهم ماشي كل ما يكون سبب من هذه الأسباب ترفض القضية انتهى تروح للقاضي وتطلب التطليق وتخرب عش الزوجية وتضيع أولادها وتشرد أولادها. نسأل الله التوفيق والصلح للجميع. نعم نشكرك دكتور. إذن استمعنا إلى الأسباب 10 التي تؤدي إلى التطليق. مشاهدي الكرام تعالوا معنا نشاهد في الواقع ماذا يحدث فعلا في استطلاع للزميلة نهى خلدون حول التطليق ثم نعود للمواصلة في النقاش في برنامج والصلح خير. وكان يعني الجوج يطبق القانون كما يلزم الحال ابدا باش الرجل يطلق المراه في الغيبيه ولا المراه تطلق الرجل في الغيبيه، فهمتي؟ حتى وربما يكونوا حاضرين الى اون بيريود دو كونسيلياسيون مطلوبه، هذه مطلوبه، ودرك ولا المراه عندها اسباب باش تطلق بحقها ولا الراجل عنده اسباب باش يطلق بحقهم. صح كاين قوانين 75% مطلقين يحلوك باش يتزوجوا كي تتزوج تحكم يدها تحب دير الدرع على هذاك الراجل يرميها ما يسبش فيها الخير. ما كاش تفاهم صار ديبون المشاكل الاجتماعيه يسوى المعيشه يسوى السكنه يسوى فهمت كيف والمعاونه ما كاش. دوموند ترو دو ليبرتي دونك كاس كيل في ديك تكون تقرا بعد الدروه تاعها في البلاد كاين ونقولوا الحمد لله هي با بروبليم، ولكن كي تزوج ديكلا ديغوس سيتي كي دوموند لو ديفورس لراجلها باش يكون بلو ليبر باسكو يجي نهار وين تحكم ان بوست كلي دونك انت اوبليجي دو بوجي دي ريونيون دي كونفيرونس دي ديبا ليترونجي دونك مع راجلها ما يخليهاش. وحنا لا كوتيم تاعنا
ما يخلوش النساء تمشي وحدها. هناك عولمة الغرب التي اقتحمت مجتمعنا، وأصبح المجتمع يعني لا بعيد عن العادات والتقاليد والمبادئ الجزائرية. والحالة الأخرى هو اضطهاد المرأة. بعض الرجال يضطهدون المرأة ويمارسون عليها العنف الإسلاموي والقهر الإجباري، لهذا تلجأ المرأة إلى الطلاق. وخاصة كي يعودوا عندها الأولاد تقول لك خلاص نصبر على أولادي كما كان الحال، وكاينين لا تقول لك أنا والزوج نفس المستوى، وهذا يرجع إلى التربية كيف تربات، الجو اللي ناضت فيه. سبب في لجوء المرأة إلى طلب الخلع من الزوج يعود إلى تعسف بعض الأزواج. هناك الكثير من الأزواج لا يريدون أن يحدث يعني طلاق بالتراضي، فلا يكون المجال مفتوح أمام المرأة سوى أنها تطلب حقها في اللجوء إلى الخلع. علاه ما يصرفش ولا عدو الكافية وما يصرفش، قانون يعاقبوه نون بايمون دون بونسيون اليمونتير، ولا نون بايمون يعني يخلي ولادو يعني في الفقر، ولا العيال تاعو في الفقر. القانون ما يسمحلوش، دار الدار يستحمل المسؤولية تاعها. المرأة عندها حق هكذا كيما نقولوا تاع النفقة هكذا، والراجل على بالو بها كون ما نقولوا كيما نقولوا ما يمدلاش نفقة تاعها على بالو بلي يجوز حبس، يعطي لها حقها هكذا. والعادة انا نورمالمون تحكم بالحق كانت. المرأة تدي حقها، الدولة تمدلها تدي النفقة تاعها. اللي يضرب مرته يسبب لها اضرار في الجسم تاعها وكامل، فرايك عندها الحق انها تطلقه. ماشي ضربوا يلزم، ماشي باسكو ضربها يلزم تطلقوا، لا. انا من قبل ما تطلق عندها مواليها، عندها الناس اللي يلزم يعني يعرفوا الاسباب علاه لحقت حتى لحقت لها ديك يعني المسؤوليه، علاه لحقوا باش ضربها. باسكو سي اون ابسونس تاع قدر دو باري دوت. المراه ولا عصات الرجل، وهذه فور ريفونير على مونتاليتي الجيريان، باسكو عايشين المحيط تاعنا عايش افيك اون مونتاليتي. الراجل اللي يضرب مرته كاين امور باش يضربها كيما نقولوا، يصراو غلطات كدا، شغل كدا غلطه عفايس خفاف كدا يقدر يضربها يعاود يقول، بصح ماشي قال مرته راهي في الدار كدا يعفسها ما تجيب لهاش قوتها ويخرج كدا. كيما المراه عندها حقها كاع، انا اش نقولوا المراه شغل هي كلش كدا، ميم الراجل يبين روحه مع مرته بلي راجل. ان كان عدواني ويقهرها يوميا لها الحق. دابا من قبل ما تلحق القاضي، هذا دوما الناس هذوما عندهم عائلات تاعهم، لازم دابا العائلات تاعهم تدخل في الميدان وتشوف يعني شكون اللي عنده حق شكون اللي ما عندوش حق والاسباب منها. القاضي سي لو ديرني ريكور. لا هو الراجل ما عندوش حق باش يضرب المرأة، ما عندوش حق، والمرأة إذا ما تلقاش معيشتها حقها تبدل، باسكو ماهوش في المستوى تاع في الطريق المستقيم، ماشي بحال واحد اخرى. القضاة كما المحامين عادة ما يلجؤون إلى عقد جلسات صلح بين الزوجين. هناك حالة نفسية هي سبب هذا الانشقاق وعدم الروح، فقدان الروح، روح الإيمان، روح التواصل، روح التفاؤل في قلوبهم. يحقرها يضربها، n'est pas bien à la maison, n'est pas bien chez elle, donc elle peut demander le divorce. Mais la femme, s'il est bien chez elle, malgré Qaria, malgré pilote, malgré n'importe quoi, s'il est vraiment bien avec son mari, avec ses enfants, il n'y a aucun problème normal. Et j'espère pour toutes ces femmes qui ont un certain niveau de respecter leur mari. Malgré ma crash, malgré mes essentiels fermes. Quelqu'un m'a dit Bakri, attendez, ferme ou la crash. إذن كيف يمكن للعائلة أن تتدخل من أجل الصلح قبل أن تصل القضية إلى أروقة المحاكم؟ إذن يبدو أن هناك مكالمة هاتفية من غليزان. السيد محمد، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم أخي محمد، تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أخي محمد. دكتور أنا محمد من غليزان، عيطت لك واحد عندها 15 يوم. مرحبا. نعم. السلامة، أهلا وسهلا. وبعثت لك الملف اللي قلت لي عليه وبغيت نتصل بك وعيت نسيب الآخر النيميرو تاعك تاع المكتب ولا باغي نهضر معاك. ماشي مشكل، دوك يعطيو لك إن شاء الله الهاتف راه موجود ثم في غرفة التحكم. نعم.
وكذلك دع هاتفك وتواصل معك بعد الحصة. العقار. موضوع العقار نعم أذكر. نعم. وقلت لي بعث لي اللي فتاك وانا ذاك والله الا اللي يرجع باه يخرجون شفتوا له البرا ونعمل عندي من برا على راني عيطت. نتواصل ان شاء الله بعد البرنامج مباشرة ان شاء الله اخ محمد. ان شاء الله ان شاء الله. نعم سيد محمد دوك النهى هنا عفوا راح تعطيك رقم تليفون فضيلة الدكتور سعيد بويزري حتى يتسنى لك الأمر في أن تتواصل معه من أجل قضية العقار. حديث اليوم هو حول التطليق. فاطمة من تيزي وزو، السلام عليكم أختي الكريمة. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضلي فاطمة. أختي عندي سؤال سعيد بويزري. نعم تفضلي. يعني أنا عندي مشكلة مع رجل. مع زوجك؟ نعم. يعني دائما دوار، يعني انعدم الاحترام والحب والمودة بيناتنا. تقول دائما الدواش وكان يشرب ما يحترمنيش نعم. أفقت يعني يضربني يعايرني يشكلني شغل كرهت المعيشة معاه. شحال عندك وانت مزوجة معاه فاطمة؟ شحال عندك وانت مزوجة معاه؟ عندي 17 سنة. 17 سنة. لمدة 17 سنة هذه هي سيرته زوجك؟ هذه هي سيرته. دايوغ شغل مشاكل توانا بداو الشهر الأول. نعم نعم. فوالا عندي 2 دراري معاه. 2 دراري نعم. ويعني خلاص شغل كرهت. ما نفسيتش شغل تحطمت خلاص. وليت نهضر وحدي. نعم. تلمو لا بريسيون هذه. الضغط عليك فاطمة. نعم. فوالا. ان شاء الله هذا الضغط يروح لك من خلال هذا البرنامج ومن خلال واش راح انا حابه نسقسي الشيخ سعيد بويزري. تفضلي عندك سؤال. تفضلي معذره. تفضلي. نعم. كنت نخمم في الطلاق. نعم. يعني راني خايفه نضيع يعني ولاد يضيعوا مني ولادي. هو تاني حق المسكن حق السكن يعني. نعم. وراني متردة باش نكمل يعني تحملت هذا الوقت على جال الدراري. نعم. باسكو بزاف حكمتهم هضرت معاهم هكايا باسكو حنا نسكنوا في مدينه وحده. يعني قلت لهم نفهم فيهم غير بشويه هكذايا. يعني قعدوا يبكوا وليت خلاص وليت تراجع على جالهم. ودوك راني خلاص. نعم. ما رانيش نرقد. خلاص شغل حياتي جاحتي. راكي باينه من صوتك راكي مقلقه بزاف وان شاء الله. لا تريحي. نعم. خطرت رانا حاسين بك. قالك ما يحس بالجمره غير اللي كواتو ولكن من داخل هذا البرنامج ان شاء الله تلقاي كل التسهيلات بالنسبه لفضيله الدكتور سعيد بويزري. ربما ما راكيش راح تفكري ان شاء الله في الطلاق وربي يعينك ان شاء الله. والصبر ان شاء الله صبر جميل فاطمه من تيزي وزو. نعم ان شاء الله. يعطيكم الصحه. فيك بركه فاطمه من تيزي وزو. بالنسبه للطلاق ناخذ اتصال على ما يبدو من ولاية تبسة. سيد عثمان، السلام عليكم أخي الكريم. السلام أخي الكريمة. تفضل أخي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام للدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عندي بالنسبة لأنواع الطلاق. بالنسبة للطلاق اللي يشير الزوجة أو رجع الزوج. هل هو يعتبر من أنواع من أسباب العسر التطليق؟ ما فهمتش. عاود السؤال تاعك سيد عثمان من تبسة. طلاق بالنسبة للطلاق. الطلاق اللي يشوف الزوجة أو الزوج. إيه؟ هذا يعتبر من أنواع العسر التطليق، أسباب العسر التطليق. وقول الدكتور في حالة طلاق عن طريق الخلع. غياب الزوج. نعم. يصدر الحكم بالخلع. غياب الزوج عن البيت سيد عثمان. ما يحضرش الزوج. نازلت صلح ولا الزوجة الأولى والقاضي يصدر الحكم بالخلع. نعم. بالنسبة للزوجة. نعم. هذا الحكم هنا تسمى شرعي ولا لا؟ نعم.
مفهوم سيد عثمان من ولاية تبسة، نشكرك على اتصالك. وبالنسبة للأسئلة اللي طرحتها أيضا تواصل مع البرنامج فستستمع لما يقوله فضيلة الدكتورة سعيد بويزري في برنامج والصلح خير. دكتور، نعلق على استطلاع نهى خلدون بالنسبة لما تطرق إليه نبض الشارع. نعم، حقيقة نبض الشارع أعطانا في جملة من الأفكار المهمة جدا. نعم، من خلال نعم. المفردات اللي سمعنا اختلاف الذهنيات والعادات ودور العائلة وكذلك ارتكاب بعض الأزواج لتجاوزات وارتكاب أيضا بعض النساء لتجاوزات إلى آخره. ولكن احنا دائما نؤكد على الأمور الآتية. نؤكد الأمر الأول أن الأحكام تصدر حالة بحالة. نعم، يعني احنا نعلق على كل حالة سيكا باركا، حالة بحالة. كاين وين الزوجة هي اللي تظلم، هي اللي تخرب عش الزوجية بنفسها. نعم. الزوج هو اللي يحمي الأسرة ويصبر ويرفد ويتحمل وكذا، ولكن هي ما يهمهاش. نعم. تحاول تدمر الأسرة وتهدمها، هو دائما يحاول يبنيها، تكون هي السبب في الخلاف. نعم. لذلك لا يمكن أن يتحقق الاستقرار إلا بتضافر جهود الاثنين. من الأمثلة الرائعة اللي نعرفها في اللغة القبائلية نقول لك أرجز سرقة ثمطث سمذا، قارن ذا ثمطث حرزن ثيف ثيوغا يحرزن. هناك تكامل بين الزوج والزوجة. نعم. كل واحد عنده دور يؤديه كالزوج كالزوجة. فإذا كان كل واحد أدى دوره وأدى ما عليه من واجبات وأكبر ضمانة للمحافظة على الحقوق هي أداء الواجبات. نعم. بدل أن نخاطب دائما أنفسنا ونخاطب غيرنا نقولوا حقي حقي حقي، علاش ما نبدلوش اللغة نوليو نقولوا واجبي واجبي واجبي. نعم. إذا كان الزوج يؤدي واجباته المرأة تكون في الأمان، وإذا كان الزوجة تؤدي واجباتها الرجل يكون في الأمان والأسرة تكون في الأمان. والسفينة نتاعهم سفينة الأسرة ستصل إلى شاطئ البر والأمان إن شاء الله تعالى سالمة. هناك مكالمة سالمة دكتور. نعم، توقفنا عن سالمة. فاطمة الزهراء من بشار تتصل بنا للتدخل في قضية التطليق لهذه السهرة. فاطمة الزهراء، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، تفضلي فاطمة الزهراء، تفضلي. الو. نعم، أنا سمعوا فيك. تحياتي الخالصة لكم وللسيد سعيد بوزري. شكرا. مرحبا. نعم. ومبروك عليه الزيارة للدفاع المقدسة، بصح ما عرفناش واش حج ولا عمرة. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. على خاطر المسلمين جميعا ان شاء الله. انا عندي واحد المشكله. انا كان عندي رقم تاع السيد الدكتور بوزري. نعم. ومشى لي في البورطابل تاعي الاولي. نعم. وكنت طالبه منها باش نتصل به غير المباشر. نعم. لكن معليش طالبنا بزاف وكان هو قايد على الحصص هذو، ولما رجع الحمد لله على سلامته. يسلمك. المهم عندي واحد انا تاع قضيه انقطعت المكالمة فاطمة الزهراء من بشار. نأخذ اتصال آخر. سامية من العاصمة وهي محامية دكتور. السلام عليكم أخت سامية. السلام عليكم أخت سامية. نحن ورحمة الله وبركاته. الأخت نجاة، مرحبا بك. السلام على الأستاذ. مرحبا عليكم السلام. نعم. الله. تفضلي سامية. شكرا. مساء الخير على مساء الخير الشيخ، فضيلة الشيخ. مساء الخير، مرحبا. سامية، نقصي التلفاز تاعك، نقصيه باش ما يجيناش صدى ونسمعوك أحسن. بالفعل. تفضلي الأخت نجاة. نعم، تفضلي أنت سامية. ربما حبيتي تدخلي بالنسبة لموضوع التطليق اللي رانا نتحدثوا عليه اليوم في برنامج والصلح خير. وي جوستومون الأخت نجاة. نعم، تفضلي.
تعرفي الأخت نجاة والشيخ فضيلة الشيخ أنه هذا المسألة التطليق هذه خاصة نحن الأساتذة والمحامون نعم بصفة عامة، هذه المسألة هذه نعاني منها، يعني هي مسألة جد صعبة بالتطرق إلى القانون، لأنه احنا ملزمين بتطبيق القانون، المادة القانونية اللي وضعها المشرع الجزائري اللي قيدنا من خلالها. لأنه لما تجيك زوجة تعاني وعندها أسباب كثيرة ونزاع طال بينها وبين الزوج وفيه أطفال وفيه مأساة يعني أسرية عاشتها، لابد علينا أن ننصحها بالمادة، أن نشير إلى المادة، لأنه تربطنا وش يربطنا مع القاضي هو المادة القانونية. نعم. لابد علينا من تطبيق المادة. فعلينا أن نبحث عن الفقرة التي تنطبق على حالة هذه الزوجة، وعادة يعني من الفقرات التي لا نجد لها تطبيق في المادة. يعني مثلا تعاني من أشياء بصح لما تروحي للمادة ما تقدريش تحطي هذيك المعاناة تاعها في صلب المادة. نعم. إذن يصعب. كاين بعض الحالات بعض الفقرات التي يسهل تطبيقها، لأن مثلا الحكم بعقوبة شائنة باينة واضحة في حكم جزائي يقضي على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية وتكون بدنية، يعني المهم أنها تكون بدنية. نعم. هنا سهل تطبيقها. سهل تطبيق كذلك حكم عدم الإنفاق، لأنه في حكم سابق سهل يعني طرحه على قاضي شؤون الأسرة. أما الشيء اللي غير سهل واللي ربما يشاطرني فيه فضيلة الشيخ، مثلا الهجر في المرجع فوق 4 أشهر ما نقدروش نثبتوا. عادة القاضي ما يقدرش يقتنع بهذه الفكرة. نعم. مثلا الضرر، أي ضرر، إذا مثلا الزوج ضرب زوجته ضربا خفيفا أو مثلا أدبها أدبا خفيفا. نعم. وتريد أن تستعين بهذه الفقرة لتطلب التطليق وتخرب الأسرة تاعها، القاضي بطبيعة الحال ما يسمعلهاش. لابد إذن أن الزوجة قبل أن تلجأ إلى القضاء وتطلب تطليقها لابد أن تكون لها الوسائل المقنعة، الأدلة المقنعة. نعم. التي تقنع بها القاضي. نعم. وعادة الزوجات خاصة في الوقت هذا اللي أنا فيه حاليا تقول لك الزوجة ماهوش عدل أنه الزوج يطلق بناء على العصمة الزوجية، أما الزوجة ليس لها الحق أن تطلق نفسها من زوجها إلا إذا توفرت لديها هذه الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة. بارك الله فيك سيدة. تعتبر ذلك تقييد. نعم. تقييد مفهوم. من حريتها. نعم. أو من رغبتها في التفريق. مفهوم سيدة سامية، بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات. انتم اللي راكوا في الميدان ربما تعانوا من بعض ربما المشاكل مع القضايا اللي تحملوها إلى المجالس، وتابع البرنامج وراح تستمعي لفضيلة الدكتور سعيد بوزير. نشكرك جزيل الشكر سيدة سامية، محامية من العاصمة كما قلت في المرة الماضية، وهذه هي أهمية الحصص عندما تكون على المباشر. نتواصل مع الجميع. فضيلة الدكتور توقفنا عند الاستطلاع نكملها إن شاء الله، ثم نعود إلى إلى الردود. نعم. ونقطة الثانية اللي حبيت نأكد عليها وهي دور العائلة، دائما نؤكد عليها، وأحد الإخوة الذين تحدثوا في الاستطلاع أشار إلى دور العائلة. علاش ما تدخلش العائلة قبل ما تروح القضية للمحكمة؟ وكي قال باللي القاضي له ديرني ركور معناتها يعني آخر الكي آخر العلاج. وحنؤكد باستمرار من خلال هذا البرنامج أنه لازم العائلتان في الحقيقة في زوج عائلة الزوج وعائلة الزوجة ما يبقوش متفرجين. لا، كي تكون قضية يكون نزاع يتدخلوا ويتدخلوا ماشي من أجل يحدث كما يقولوا شقة أكثر، يعني إذا كان النزاع خفيف واللي كبير، لا، لازم التدخل نتاع الأسرتين بالحكمة كي قال ربي سبحانه حكم من أهله وحكم من أهلها. معنى هذا الحكمان لهم دور الإصلاح، دور التوفيق، دور التقريب بين وجهات النظر.
ما يلزمش كي تدخل الأسرتان تزيد تفاقم القضية وتحول إلى عنف والأشياء أخرى يعني لا يحمد عقباها. هذه مسألة مهمة نؤكد عليها. إلى قضية أخرى لا يحمد عقباها ونوقفك لهنا دكتور، لأنه في دائما من ولاية سوق هراس مع السيد عمار الذي يشاهد برامج قناة القرآن الكريم ويتواصل معها. تفضل سيدي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم الأخت نجاة، أحيي وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، من المنظفة حتى الموزع الصوتي. بارك الله. وأشكر السعيد دكتور بويزري وأتمنى له الصحة والعافية، وراه نور الشعب الجزائري بهذا الحصة. أما فيما يخص الأسباب بدون إطالة ذكرها فضيلة الدكتور سعيد بويزري. نعم. كاين سبب واحد والله أنا ضده يا سيدي الدكتور، اللي هو نعم هو العمل. أنا مثلا مع الزوجة تاعي قبل ما ندخلها الدار نقول لها تخدمي يدوى به ديت مثلا ممرضة. الممرضة عندها المناوبة في الليل. نعم. تجيب 3 ولا 4 أولاد تخدم 8 تاع الليل 8 تاع الصباح. نعم. تروح تعبانة. وأنا خدام مثلا، نعطيك مثلا بنفسي